صباح الخير. احنا دلوقتي في امريكا. المقصود ان انا قصدي هنا اوريكم اسعار العربيات المستعمله في امريكا. مكتوب هنا كارز بيلو، يعني عربيات تحت سعر 3999. دي لو العربيه لسه على الزيرو ما اتباعتش لغايه دلوقتي، سعرها 3999. وطبعا ده بالقسط كمان، يعني عندك قسط لغايه 30 سنه، تقدر تقسطها لغايه 30 سنه، كل شهر تدفع لك $5 ولا حاجه. دي العربيات المستعمله حضراتكم اكيد شايفينها. دي لو على الزيرو دي مستعمله، دي لو على الزيرو تعمل 3999 وبالقسط. طبعا ده لان في امريكا كفروا وما يعرفوش ربنا، فما عندهمش جمارك على السيارات. انما احنا عشان عندنا جمارك، نفس العربيه دي في مصر هتلاقيها تقريبا بنص مليون فيما فوق. اي عربيه واقفه قدامكم هنا لو على الزيرو ما تعديش ابدا ال $3000 او 3999. حتى ده بصوا العربيه النص نقل دي ب 3999 اهو. كل دول بنفس السعر، كل دول بنفس السعر. العربيه دي بقى مستعمله، دي مستعمله فسعرها مكتوب عليها اهو لانها مستعمله اهو. ثمنها $99. لو هي على الزيرو لسه ما اتباعتش يبقى تدفع $99 في الشهر، ده لو لغايه ما تكمل ال $3000. بس دي مستعمله، دي ثمنها كله $99. اي عربيه في اللي قدامكم دول مستعمله، يتوافق بقى سعرها، بس اقصى سعر $3000. وطبعا الدولار زي الجنيه في مصر زي ما احنا متفقين. ليه؟ لانك في امريكا لما بتشتغل عشان تروح تشتري عربيه ما بتشتغلش بالجنيه وتروح تشتري بالدولار، انت بتشتغل بالدولار وتشتري بالجنيه. اهي العربيه قدامكم اهي سعرها مكتوب عليها $99. لو هي على الزيرو هتدفع $99 كل شهر لغايه ما تكمل $3000. اما لو هي مستعمله زي ما انتم شايفين دي مستعمله هيبقى ثمنها $99 اهي. $99 فقط، يعني 99 جنيه. وده طبعا لان في امريكا كفره وما يعرفوش ربنا اهو، وما عندهمش جمارك على السيارات. اما احنا عندنا الجمارك على السيارات 6000%. جمارك السيارات في مصر 6000%. هو ده الفرق بس. اهي كل دي عربيات مستعمله. وتحيا مصر.